فيلم اعترافات شرطية، فيلم إيطالي ينتج عام 1976 من بطولة أدولف فينش. فيلم كوميدي جميل وأكثر من رائع، وبيتحدث عن فتاة تطمح إلى أن تكون شرطية. وبدأ فيلمنا من عند جيانا بنت حارس بناية فقير ومعتر، وبيكون بهالبناية ساكن مسؤول كبير مع ابن الدكتور. وبتكون جيانة مخطوبة لشرطي كتير سئيل وغبي، وقدمت كتير مرات لقبولها بسلك الشرطة ولكن دائما بترفض. بس وأخيرا إجاها جواب وزارة الداخلية بموعد الاختبار، وبتكون جيانا مو فهمانة شي، بس نتيجة واسطة المسؤول الكبير يلي بيكون جارهن بيتم قبولها، حيث تدور الكثير من الأحداث الممتعة والشيقة، من ملاحقة اللصوص وتجار المخدرات والتهريب وتنكرها بعدة شخصيات للوصول للمطلوبين. يعني باختصار بنعيش مع جيانا أجمل اللحظات والمغامرات الشيقة والكوميدية يلي ما بننساها. وبتساهم جيانا بإلقاء القبض على مطلوب عجزت الشرطة طوال سنوات على إلقاء القبض عليه، وبكرموها وبتنال الترفيع، وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.